السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنخبز النهارده يوم خبيز. هنعمل الرقاق الطري. يلا بقى خشوا اعملوا لايك واشتركوا في القناة. ما تنسوش بقى تعملوا لايك. انتوا شايفين اللي انا مقدمة الفيديو؟ شايفين العيش قبل ازاي وجميل ازاي؟ يلا بقى نخش ايه نشوف هنعمله ازاي. معايا كيلو دقيق، معايا كوبايتين لبن حاطه فيهم معلقتين خل او معلقه خل مروباهم، معايا معلقه قشطه كبيره، معلقتين سمنه بمعدل نص كوبايه سمنه، ومعايا كوبايه لبن رايب من اللي احنا من لبن الجبنه الكريمي اللي احنا كنا عاملين الجبنه كريمي. اللبن الشرشر بتاع اللبن بتاع الجبنه. هحط معلقه سكر ونص معلقه ملح، وهحط اللبن على اللبن الرايب على العجين على الكيلو دقيق وهعجن. دلوقتي برضه هحط ايه كوبايه الشرش بتاع الجبنه. احط حبه بحبه. هحط معلقتين السمنه او نص كوبايه سمنه وهعجن والم الطبق كده ونضفه من حواليه. نبتدي بقى وعجني فيه لما تنعمي العجينه. نحط معلقتين القشطه وهعجن برضو فيه كده. هتبص تحس ان تلاقي العجينه مقطعه شويه، بس برضو ايه لتي وعجني فيه برضو ايه على ما تنعمي العجينه ويشرب الإدام المحطوط. ده رقاق طري. بعجن برضو فيه. شايفين لما ايه نعمت العجين تنت نعجن فيهم لما ايه العجينه نعمل كده وشربت الإيدين، شربت القشطه والسمنه. شايفين نعمل ازاي؟ هحطها قد بتاع 10 دقايق ربع ساعه ترتاح. ما فيهاش خميره. فاضل معلقتين لبن، فاضل معلقتين شرش. شايفين العجينه بتمط ازاي وجميله؟ ارتاح. تريحي الحاجه ايه تمط معاكي وتتظبط معاكي. بقرص الرقاق. حدود 60 جرام كده 70 جرام يعني ايه مش متساوي زي بعض يعني. قرصت كده قرصت الرقاق معاكم. هسيبه بقى يرتاح شويه قد بتاع 10 دقايق ربع ساعه، وهحط عليه اكياس بلاستيك ولا عليه فوطه اغطيه عشان الوش ما ينشفش. وجيت عند الفرن بقى ايه على الطبليه بفرده من بره من جوه على بره من جوه على بره من الشبه كده بفرده. رشه دقيق بسيطه. حطي برضو رشه دقيق بسيطه معاكي تفرد معاكي.
من النص كده على بره، من النص على بره. هبقى بس 6 دقايق وافرد برضو تاني. انا بركنهم كده لما اعمل 5، واروح مشغله الفرن، مش انا مشغله الفرن على الهادي، واروح فاتحه الفرن وخبزه. 5 كده واروح مسويه. برضو بفرد الحروف من جوه كده على بره. دلوقتي جبت المطرحه، احطه في المطرحه، احطه في الفرن، احدفه في الفرن. الرقاق بتاع. واقلبها برضو من الجنب ده والجنب دوت، عشان ايه؟ العيش الرقاق يحمر كله ايه زي بعض. انا بحبه يعني ايه محمر شويه، عشان ايه؟ بيبقى بيقرقش كده في البق. انما لو عايزاه طري، طلعيه يعني مش محمر شويه، وحطيه على بعضه يطرى. ما لو عايزاه ناشف تسيبيه شويه ايه، وشه يحمر وسيبيه مفروض شويه هينشف، هيبقى ناشف. برضو لسه بخبز. غير الرغيف الناحيه دي والناحيه دي، هيطلع ايه؟ شايفين؟ برجع برضو اعمل 5 واروح ايه حطاهم في الفرن. افرد من بره من جوه على بره. دلوقتي برضو هخبز، هحطه في الفرن. الفرن كانت حاميه بس من تحت شويه، رحت مهدياها. الرق الطري. انا بحبه مستوي كده من فوق ومن تحت، بخفيف كده ويعني ملدن كده وحلو. لو انت عايزاه طري، لو انت عايزاه ناشف. لو عايزاه طري شيليه على طول يهدى، وشيليه في الفريزر في اكياس، وشيليه حته في الفريزر هيهدى، هتبقى طريه.
لو انت عايزاه ناشف سيبيه شويه ايه في الهواء، حطيه في الشنطه برضو هيبقى ناشف كويس. علي الفرن، الفرن اصلا عاليه، لازم تكون عاليه الفرن. اي مخبوزات لازم الفرن تبقى عاليه، النار تبقى عاليه. برضو بنخبز الرق الطري. يعني الكيلو ما قعدش حتى ايه في فرده ساعه، فرده خبيزه. دلوقتي بقى احنا ايه خرجنا العيش، خلصنا الرقاق، خلصنا خبيز الرقاق. يلا بقى، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه. انا عامله اكتر من 100 فيديو طبخ وحلويات ومخبوزات، خشوا بقى اتفرجوا وشوفوا الحاجه اللي انا عاملاها. يلا، السلام عليكم. لو عجبكم بقى الفيديو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هاتها لي كده.